جدا طريقة تفكيرك وتفسيرك للأمور بصورة إنها ما تهدمكش، أو بحيث إن أنت إزاي بيحصل معاك موقف أو حدث سيء بس أنت بتفكر بصورة أو بتفسر الأمور بصورة إنها تحافظ على مناعتك وتقويها. دي حاجة مهمة جدا. وليكن مثلا أنت دلوقتي واخد مراتك ورايح في اليوم تتجمعوا فيه عند أهلها، فحماتك ما سلمتش عليك. استنى بس، قبل ما تقولها ازاي ما سلمتش عليا وقبل ما تقول كرامتي، فسر بايجابيه، ما يمكن ما خدش بالها وعدي الموضوع. انما لو تكرر الموضوع واجه واسال واعرف هي ليه ما سلمتش عليك، وفي الاغلب هترد عليك تقول لك ما خدش بالها. فقبل ما تحكم فسر بايجابيه. ومن ضمن كمان الطرق التفكير اللي هتخليك يا اما شخص قوي نفسيا او شخص ضعيف نفسيا، هل انت بعد كل خطوه بتراجع نفسك؟ هل انت مثلا شخص محدد لنفسك خطوات، فمن ضمن الخطوات انت وقعت مثلا او غلطت غلطه معينه، هل انت شخص بتسال نفسك هو انا ليه وقعت، هو انا ليه غلطت الغلطه دي، ولا انت شخص انا غلطت لا خلاص شكرا ما حصلش نصيب؟ انت انهي واحد فيهم؟ انت انهي تفكير فيهم؟ انت انهي شخص بتفكر بصوره انها تقويك وتقوي نفسك بحيث انك تواجه تحديات الحياه من جديد، ولا انت الشخص التاني؟ دي حاجه مهمه جدا. ودي كانت تاني محطه من محطاتنا رحله المناعه النفسيه. اشوفكم على خير في المحطه الثالثه.